الكويتية نفط الخليج، الأخوة الصحفيين والإعلاميين، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نرحب بكم اليوم معنا في هذا المؤتمر الذي نعقده للمرة الأولى في ظروف استثنائية وظروف ألزمتنا بالعقل من منطلق الأمانة والمسؤولية التي وكلت لنا في خدمة القطاع النفطي، ومن منطلق حرصنا على مصلحة البلاد والكشف عن محاولة تدجيس سمعة الكويت بالتعدي السافر على المواثيق الدولية المنظمة للحركة النقابية والحريات. الأخوة الحضور، ما يخفى على البعض ما حدث في الآونة الأخيرة من سلب إرادة العمال وتعدي على اللوائح والقوانين، فقد تفاجأ مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج يوم الاثنين الموافق 16/6/2014 بدخول مجلس إدارة جديد للنقابة ومعه شهادة اعتماد من وزارة الشؤون بناء على ما قدمه الاتحاد العام لهم، لأنه قد تم انعقاد جمعية عمومية غير عادية نتج عنها عن مجلس إدارة المنتخب شرعا بتاريخ 5/1/2014 وتزكية مجلس إدارة جديد. وكان الاتحاد العام قد شهد بصحة إجراءات تلك الجمعية العمومية الغير عادية المزعومة، ونقول لهم ستكتب شهادتهم ويسلمون. ووجب علينا بعد هذا كله كشف التعدي والتلاعب بإرادة العمال، واترك المجال الآن لزميلي رئيس النقابة الشرعي السيد فالح العسكري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونذكر الشكر للجميع، الشكر من حضر وتفاعل مع هذا القضية كذلك الصحافة. بداية الحديث مساكم الله بالخير. في حادثة سابقة خطيرة صراحة صارت في نقابة نفط الخليج قبل تقريبا، سمعنا احنا راح نتكلم بالجزئية ان في جمع تواقي وجاء خط بالشيحة تسربت معلومات ان الاتحاد العام لعمال الكويت بيشرف عليه وبيعتمد يتجاوز نقابتهم ويتجاوزون اتحاد البترول. واللائحه تقول جمع توقيع على حسب اللائحه والعدد المطلوب بتروح تقدمه للنقابه، هو يفتح لك المجال اسبوعين. اذا ما وافقت النقابه بالاعتراف فيها او يعني تفتح الصاله تروح اتحاد البترول، ما تروح الاتحاد العام لعمال الكويت. احنا تفاجأنا بالامر هذا، كلمنا الاتحاد العام لعمال الكويت وخاطبنا الاتحاد العام، خاطبنا وزاره الشؤون وحذرناهم يا جماعه لا تتجاوزون على اتحاد النقابات، اتحاد البترول والنقابات النفطيه، لان هذا الامر ما يعني في اللوائح. الصوت واضح ولا لا؟ واضح. قالوا اوكي الكلام هذا، كلمناهم شخصيا، وعندنا من يمثلنا حازم العنزي في الاتحاد العام لعمال الكويت في المجلس التنفيذي، وخذ الكتاب بنفسه واعطاه سلمه رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز الدحاني. قالوا لا ما في شيء. تفاجأنا قبل 10 ايام ان في جمعيه عموميه ومراكز نفط الخليج في وزاره الشؤون. ودقيت انا شخصيا على وزاره الشؤون، يا جماعه في شيء؟ قال نعم في كتاب موجه من الاتحاد العام لعمال الكويت بتاريخ 11/5 باعتراف واعتماد الجمعيه العموميه غير عاديه نقابه نفط الخليج ب 30/4. بنفس الوقت نزلنا تصريح وسوينا كتاب من النقابه موجه للوزيره ان هذا الامر خطير. لا صارت جمعيه ولا صارت دعوه للانتخابات.
أو جمعية عمومية. ورحنا وزارة الشؤون وكلمناه وقعدنا مع الدار القانونية كنقابة مع رئيس المنظمات النقابية ونائبة المدير القوى العامة الدكتور زكي وكيل مساعد الشؤون القانونية. قال خلاص ان الامر كله واضح والكتاب اللي عندنا الاتحاد العام. قلنا يبا لا صارت جمعيه عموميه ولا صارت انتخابات ولا في دعوه كذلك في الانتخابات. طلعنا قالوا خلاص ما في مشكله راح نحاول الراي القانوني للوزير. قلت له ما في مشكله. ورحنا للوزير قالت الموضوع عند الدار القانونيه. جينا عند الدار القانونيه قالوا خلاص ان شاء الله خلال اسبوع نحسم الموضوع. تفاجئنا باجتماع وزاره الشؤون بخصوص نقابه نفط الخليج. كلمتهم وجيت انا كذا واحد من اعضاء الدكتور قالوا لا ان شاء الله ما في شيء. وجانا الخبر بالاجتماع ان تم الموافقه عليه وقعوا له. جينا النقابه الساعه 3:30 تفاجئنا الشباب داشين علينا بشهاده من وزاره الشؤون. مجلس 15 واحد مجلس جديد 15 واحد مشكل هيئه المكتب خلاص جاهز. والله تفاجئنا يعني وين الانتخابات؟ وين الدعوه الجمعيه العموميه؟ يعني سابقه ما عمرها صارت اساسا في النقابات الكويت كلها. احنا عرفنا من البرلمان الحكومه ما تبي نقابه. الحكومه ما تبي نقابه نفط الخليج. هذول والله مؤذبين. علشان احنا نطالب في حقوق العمال. علشان وقفت نقابتكم يوم الاضرار في المشاركه بالمجال. كل هذا اللي تشوفونه كله لعب وضحك على الموظفين والعمال. البيانات البعض من النقابات يعني احنا نشوف البيانات كلها ضحك. احنا واقفين مع العمال والمشاركه ومش عارف ايش كلها كذب بكذب. احنا سوينا جمعيه عموميه هي حاشا الله يهدي ناس تطلع من الباب علشان ما يكمل النصاب علشان ما يضرب الاضرار. الموضوع صراحه يعني احنا شرحنا الموضوع في بيان رسمي للعمال وقلنا خلينا نسوي مؤتمر كذلك للتوضيح اكثر. يعني اللي قاعد يصير الحين يعني حادثه غريبه صراحه. سلب اراده العمال. انا خلاص انت اساسا ما احترمتني. يعني المجلس الحالي ما احترم العمال. يعني في 5 واحد انتخابات. خلاص صناديق موجوده وطلعت وكلنا صرنا في غالب واحد. خلاص انسوا القواعد وانسوا احنا جايين علشان العمال مصلحه العمال وحقوق العمال. ما عندنا اهداف شخصيه ولا عندنا غير الامور. للاسف الشديد الحين نقابه نفط الخليج اللي ما منتهيه. لانه ما لهم وجيه وما يقولون. انا ادري شوف الحين ما منتهيه واتمنى الصحافه انهم يصورون بس البعض وشوفوا النقابات الزبده ما تقدر. اذا انت جايين انا جاي مصلحه شخصيه شيء صناديق انت تعرف قدرك وقدر اللي معاك. ما تقدر الا بالامور الغير قانونيه والتجاوزات. اذا ما طلعت من العمال شو استفيد؟ الوضع الحالي يا جماعه احنا اجتمعنا فيكم والكلمه لكم انتم اساسا مو لنا. احنا مثلكم عمال وصار تصويت وانا صوتت وياه. خلاص عندنا مطالبات عندنا يعني الكل عارف الاسبوع اللي طاف كان في مطالبات من اداره الشركه وفي مطالبه مدنيه خاصه منها. اما تجينا بالشهاده هذه الغير قانونيه غير شرعيه من وزاره الشؤون احنا عارفين من اللي ورا.
باتصالات من وزير لوزير، خلصوا الموضوع هذا، خلصوا يا جماعه. حتى الوزير بدايه الامر انا ادري تقول هذه غير قانونيه، شلون اوقع عليها؟ ورئيس الاتحاد العام قاعد يضغط عليها. ضغط، خلصوها. والمدير الهيئه مال القوى العامه جمال الدوسري كذلك وعارف الشيء هذا، والراي القانوني كذلك من صالحه. بس شوف التجاوز شو صار. وين القانون؟ وين اللوائح؟ عندك جمعيه عموميه، جيب نصاب وتعال النقابه، انا افتح لك باب النقابه، افتح لك الصالح، ما عندي مشكله، شنو خايف مني؟ احط النقابه ما صار لها 4 شهور، انا ما صار لها تقريبا من 5 شهور، اتكلم في مطالب واتكلم. ايش تبي بالضبط؟ تبي مطالب، تبي نقابه، تبي منصب، تبي كراسي. الكلام هذا تجاوز على المال وعلى ماده المال، احنا جايين علشان والله علشان المال وعشان مطالبنا وعشان الحقوق. الحين انا اترك الكلمه للزملاء، والله يعطيكم العافيه. والآن أترك الكلمة للرئيس السابق للنقابة السيد فارس السبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحق تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الحقيقة أتكلم بصفة شخصية عن نفسي. لست مسرورا بما آلت إليه أحوال نقابة نفط الخليج. نقابة نفط الخليج في فترة من الفترات كانت أشهر من نار على علم، ثم بعد ذلك عندما غلبت المصالح الخاصة تقهقرت الولاء. لن أتكلم عن التاريخ، كل شخص رأس النقابة أو كان عضو في النقابة أدرى بدلوه وأبلى بلاء حسنا، ولكن يعلم الله أنه ما كنت ناوي بالحضور ولا بإدلاء كلمة، إلا أن الضغوطات قد كثرت من الأقرباء والأصدقاء ومن العزيزين والبعيدين، والكل كان يريد موقف. والله أني قد اتخذت موقفا من أول ما قرأت البيان الصادر من وزارة الشؤون. قبل لا يصدر البيان كلمني أحد الأشخاص، أحد الأخوة، وقال: فيما لو حلت نقابة نفط الخليج قسرا، هل أنزل الانتخابات ما أنزل الانتخابات؟ حديث أصدقاء. بعد حديثنا بساعات أقرأ في الواتساب بتشكيل مجلس نقابة جديد وحل مجلس قديم، فاتصلت على رئيس القائمة أو رئيس النقابة المشهرة جديدا وقلت له: يا أخي ما حدث، صراحة أمر أنا ما أرضى عليه وأمر مخالف للحقيقة، وأنا واحد من أعضاء الجمعية العمومية ولي كثير من الأصدقاء ما عندنا فرق في الجمعية العمومية، لنا حق التصويت، لنا حق الانتخاب، فأنتم سلبتم حقنا في التصويت والانتخاب، في الترشيح والانتخاب، بل وصلتم أوصياء على العمال. من اللي أعطاكم حق الوصاية؟ وين الإعلام في الصحف أو الإعلان على صدر النقابة والاتحاد؟ كل هذا ما حصل. أنا هنا لست مع لا زيد ولا عبيد، لا أؤيد فلان ولا علان، ولكن من حيث المبدأ وهذا بيت العمال يفترض أن الوصول إليه بالطرق الشرعية القانونية النظيفة الشفافة. وما حصل حقيقة سنؤكل يوم أكل الثور الأبيض. ستتذكر النقابات القادمة بأن المسألة ستصبح كروته، كل 120 رجال أو 135 رجال ليلة وضحاها بالخفاء يصيرون جمعية، يروحون الاتحاد، أي اتحاد من الاتحادات أو حتى بشقة من الشقق، ثم يقولون والله سوينا جمعية عمومية وزكينا المجلس إدارة. هذا مخالف للحقيقة. أما الرسالة الأولى فأنا أوجهها إلى الاتحاد العام لعمال الكويت.
أقول إذا جبنا 125 رجال أو 105 أو 135 يعني خمس الأعضاء الجمعية العمومية وحضرنا في الاتحاد العام، راح تفتح الأبواب حتى نعمل جمعية عمومية ونزكي مجلس ترضى بهذا الأسلوب، ما راح ننتهي ولا راح نستقر ولا راح تتحقق مطالب العامة، بل بالعكس ندور في حلقة مفرغة إلى ما لا نهاية. فإذا كنت ترضى أعتقد عمال الخفج بكرة بيصبحونك، ومثل ما سمحت للإخوان يرجى أنك تسلك الباقي، بالرغم أن الاتحاد العام ما هو وصي على اتحاد عمال البترول. والرسالة الثانية وجهها لوزارة الشؤون، يعني نصبح برئيس مجلس ونمسي بمجلس آخر، هذه لخبطة. يفترض في وزارة الشؤون أن تضع قوانين إذا كانت تريد أن تشرف، قوانين صارمة. ما في دعوة لجمعية عمومية إلا بإعلان، إما في صحيفتين أو على باب الاتحاد، أما في ليلة وضحاها تعالوا نسوي جمعية عمومية، هذا ما هو أسلوب عمل ولا هو أسلوب مؤسسات ولا هو أسلوب دولة. ما احنا ضد حتى من يصل النقابة نتعاون معه كائنا من كان، بس بشرط أن يكون الأسلوب وفق الأطر القانونية. أما الأسلوب اللف والدوران والكروتة أعتقد لا تليق بدولة مؤسسات ولا بمنظمات لها تاريخ أكثر من 50 سنة. أتمنى من الجميع أن يتناسى ويتسامى على جراحه، وأن نبدأ صفحة جديدة، وأن ننسى كل الخلافات حتى تعود نقابة نفط الخليج على عهدها السابق. جزاكم الله خير. أترك الميكروفون الآن السيد عبد العزيز الشافعي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ومن اتبع هداه. أولا أمسي عليكم بالخير إخواني الحضور وإخواني العاملين بالشركة الحكومية نفط الخليج. والله بعد كلمة الأخ فارس السبيعي طبعا وضح لكم أنه رئيس النقابة التأسيسية لنفط الخليج، ما بعدها كلمة وضح جميع الأمور ووضع النقابة على الحروف، ولكن أحب أعقب على جزئية بسيطة، أنها لن تهدأ الأمور بترجل أحد. الأمر مثل ما ذكر لكم أخوي خالد في بداية الحديث أن الأمر بتوجيهات والتوجيهات نعلم من أين أتت. في تاريخ العمل النقابي لم يحدث مثل ما حدث في نقابتنا. تمسون في نقابة وتصبحون في نقابة أخرى، إلا في الغزو الراشد مثل ما قال أخوي بشر القيد، يقول أمسينا وأصبحنا الخميس، وهذا الواقع دخول صدام حسين. هذا اللي حصل في نقابتنا. طيب على أي أساس حصل الأمر؟ للأسف كان موجود. طبعا إذا نرجع حق اعتماد، أنا نسيت صورة الاعتماد حق النقابة الغير شرعية الحالية، الاعتماد اللي ممكن نشر خلال الأيام القليلة الماضية. الاعتماد طبعا تاريخ 15/6 وذكر فيه أن الجمعية العمومية كانت بتاريخ 30/4. أحب أوضح نقطة اللي ممكن غفل عنها البعض. من 30/4 ما طلع الاعتماد إلا ب 15/6 بعد شهر ونص من الجمعية العمومية. أي انتخابات تصير نقابية ثاني يوم ثالث يوم بالكثير يطلع الاعتماد. شهر ونص قاعدة الأوراق المزورة نتحمل. حاليا أكلمكم طبعا العامل عبد العزيز الشرذان، ولكن كحكومة أكلم الحكومة رئيس اتحاد البترول عبد العزيز الشرذان. الحين اعتماد أو أوراق جمعية عمومية وانتخابات شهر ونص تسوي شلون؟ كانوا يبحثون عن مخرج قانوني لكي يحميهم عشان يطلعون هالورقة اللي عطوها حق النقابة غير شرعية. طبعا عجزوا واجتمع الوكلاء في يعني تقريبا في اغلب ايامهم خلال الشهر ونص كانوا اجتماعاتهم على الامر هذا. نريد مخرج قانوني لاصدار شهاده الاعتراف بالنقابه. ما لكم. بالنهايه حطوا الفقره اذا ترجعون حق الاعتماد، الفقره تقول بناء على كتاب الاتحاد العام، الاتحاد العام ما هو وصي. الوصي هو السلطه العليا، الجمعيه العموميه. وين الجمعيه العموميه؟ ما في جمعيه عموميه. طبعا احنا فرغنا وتكلموا. طبعا ممكن الاخوه اللي سبقوني افضل ممكن بالكلام هذا ووضحوا.
الامر يا اخوان احنا ممكن وضحنا لكم قلنا كشف الحقائق ودعيناكم كعمال وزملاء لنا لكشف الحقائق مثل ما بعثنا للصحف وللاعلام المدني. نعم في كشف حقائق بس يبقى لها توسيع صدر منكم تسمعون الامر بالتسلسل كالاتي. وسعد قال مستهدفه من الحكومه نقابه نفط الخليج. ممكن عند البعض يقول وخمت الامر. لا ما وخمنا. ما وخمنا الامر. هذه ضريبه دفعناها وطبعا شيء طبيعي. لله والحمد منه رواتبنا ناخذها من وظائفنا لا ناخذها من العمل الاخر. لكن مواقفنا الصلبه والصارمه تجاه العبث اللي قاعد يقول العمل النقابي قالوا لا ما يصلحون. نفط الخليج ما يصلحون. هذول مؤزمين. طبعا انا الحين امام الاعلام وحاسب على كل كلمه راح اقولها. منو اللي مؤزمين اذا نفط الخليج مؤزمين؟ نفط الكويت غير مؤزمين. النقابه الحاليه قبل اسم النقابات نقابه مسالمه ومطيعه، والدليل البيان اللي نزلوه كان الاضراب غير قانوني. البترول الوطنيه اللي المفترض انها انحلت من قبل الجمعيه العموميه ومجلس النواب، اتكلم على اللي انحلت اللي نعتبرها منحله، ولكن للاسف عندها اعتماد الحين الشؤون جزء من الحكومه ولا تبي تحكم. البترول الوطنيه باجتماع الجميره اللي للحين تساءل من يدفع حساب صارت الجميره، هل هي شركه البترول الوطنيه؟ اجتماع الجميره فيديو مسجل حق النائب السابق لرئيس وزاره البترول يقول ما اقدر اجر عمالي فيديو مسجل، ما اقدر اجر عمالي الى اضراب غير قانوني اللي هي مبينه. طبعا مواضيع ممكن البعض يقول هذا ما هي في صلب حديثنا، لا في صلب حديثنا وراح تشوف بالنهايه وين راح تصب. هذه النقابتين اللي بعد المفترض يكون في مقدمه النقابات النفطيه. واضح الصوت؟ خلاص الامر هذا وزير النفط درى انه خلاص اوكي الامر ما راح يكون في اضرار، ولكن خاب ظنه يوم اجتمعنا معه. قلت اما تعدل الراي او اضرار امام رؤساء النقابات مجتمعين. قال هذا مؤزم. وين اين الامر؟ طبعا ما سالني ما يجاوب رئيس التحالف. قال نفط الخليج اصحاب مشاكل. ما احنا اصحاب مشاكل، احنا اصحاب حقوق. لما الى علمنا ان في احد الاجتماعات احنا نضحك سؤال، هل صحيح يا جابر بن مبارك ان في احد اجتماعات مجلس الوزراء قال لك العميد انا راح اشل او اوقف الاضراب ولكن ابي الدعم الكامل السبورت منك على النقابات المؤزمه سواء حليتها ولا لا؟ جاوبني يا جابر مبارك. طبعا ما راح يجاوب. جابر مبارك زعلان عليك. جابر مبارك ترى ليش؟ عشان في تلفزيون في قناه الوطن قلت منها بسناعي ما ادري كم ولا لا. السؤال كلنا ندري. انت قلت يا جابر مبارك انا ادري. لاني داق عليه عشان موضوع الاضراب قال لي جايب من مزايد البل ونايم. مزايد البل صار مشتري كورونا ونايم. قلت اضراب نايم. طبعا كلمت واحد قال لي منديل بواقع شيء عنده بنكتب. قلت خلاص راح ارد الكلام هذا عنك انت المنديل. ان في شلبه تقول لي لا. خلصنا بالجزئيه هذه. عرفوا ان ينتظرون النقابات حتى ينهون العمل النقابي الموضوع. مشكلتنا الحين ما هي مشاركه نجاح. مشكلتنا ما هم مقدمين عليه، ليش سووا هذا كله؟ شو اللي يبغونه بالنهايه ويوصلوا له؟ تدرون اليوم في مجلس الامه شنو احد الاجتماعات عليه؟ احد المداولات على تعديل قانون نهايه الخدمه. وكانوا يطرحون طبعا المداولات يكون في اقتراح بقانون تعديل بدل مواد في قانون او طرح مواد جديده لنهايه خدمه جميع المواطنين ونسف ما هو معمول في اي قطاع في الدوله حتى القطاع النفطي. والاقتراح انه يقر في مداولتين اليوم، يحق لهم مداولتين نفس اليوم، عاده مداوله اولى ومداوله ثانيه، ويحق لهم جمع مداولتين في يوم واحد، مداوله اولى وبعدين مداوله ثانيه ويقر
سبحان من يلحق. يا جماعة حقوق النقابات وضعت لأجل هذه الحقوق. طيب نهاية الخدمة وغيرها ايش راح يجيكم ما تدرون، صح ولا لا؟ صح ولا وين؟ الجرأة اللي حصلوا عليها من وين؟ وين حصلوا منهم؟ يتلاعبون. ما نقول يزودون، ما نقول يزودون، يتلاعبون. ما هي جمعية تعاونية، سلطة عليا، احترم آرائهم. هل أحد يملك أنه يعين 50 نائب في مجلس الأمة؟ ما حد يملك. شلون تعين 15 عضو؟ ترى نفس الشيء، ما حد يملك تعيين أعضاء نقابة. ما حد يملك. ما في سلطة قضائية إذا تحلك إذا تعديت لائحتك أو الأعمال التي وضعت لها نقابة. أي نقابة وضعت أعمال معينة إذا طلعت عنها ممكن بقضاء حكم قضائي تحل النقابة وتجرى انتخابات. هذا كله ما صار. رأيكم اللي أديتوا فيه 5 يوم التصويت سواء أي جهة كانت. احنا لا نحط الموضوع الصراع بين قناتين. احنا مجموعة من العمال لا نحط لنا نختزل الموضوع انه بين شخصين او بين قناتين. خلي الجيل يستلم. من اول قالوا المخيط مكتب. يعني اللي حاول طيب اللي حصل من يقوم بدوره يطالب له. طيب اخوانكم كعمال وين دعمكم لهم؟ وين دعمكم لهم يطالبونكم؟ مواقفهم كانت واضحه. الحكومه لن ترضى باي نقابه بدون صفها. اليوم اقدروا على نقابتكم الشرعيه اللي حلوها طبعا تزوير. بكره اي نقابه تجي صوتها عالي تبي توقف الحكومه او المجلس عند حد معين لعدم اساس حقوق العاملين ما راح تقدر. ما راح تلقى من ينصرها ويساندها. ما في احد يساندها. النقابه ما تستمد قوتها من العاملين بها. اذا العاملين يعني امانه ما كان لهم موقف واضح وصارم تجاه العمل ثم تمام ما لها اي قوه. راح يناطحون راح يقولون بس يبقى كلام النقابيين وقتها اذا ما وياهم جمعيه عموميه مجرد اقوال وتصاريح بالصعب. وين نوصل؟ انا عن نفسي اقول لكم يا اخوان ما ارضى كعضو جمعيه عموميه اتكلم كعامل في نفط الخليج وحكم العامل لا يرضى حتى باستقاله المجموعه غير شرعيه حاليا ما ارضى فيها. ما ارضى باستقالتهم لان غير معترف فيهم عشان تستقيل. انا ما اعترف فيكم. فيكم احد يعترف فيهم هاي جوده شرعيه؟ اللي يعترف يا جماعه خليه يقول رايه، خلينا نسمع رايه. ما نعترف فيك. شلون ارضى باستقالتك؟ تراجع عن امرك لربما ترى قضيه كانوا انها اليوم ترفع ولكن ما تذكر الاخوان لوجود بعض الامور تداركوها اليوم بكره راح ترفع القضيه. طيب وبعدين؟ شو اللي بنوصل له يا اخوان؟ الحكومه قدرت علينا، قدرت عليكم. والله دائما يعني السلطه العليا مو بس في النقابات، في الدول السلطه العليا هم الشعب. واتوقع نذكر شلون ان شاء الله احد رؤساء مجلس الوزراء عندنا من الشعب لانهم السلطه العليا. ما حد يقدر يمسكم، ما حد يقدر يتعرض لكم بشيء. يا اخوان صحوتنا وينها؟ وين صحوتنا؟ والله احيي من هالمنبر هذا احيي العاملين هم كانوا عاملين في اوسلو سابقا وحاليا توزعوا على الشركات. العاملين اللي كانوا في اوسلو احييهم واقدم لهم اجمل تحيه. هم نقابتهم اللي قادت الاضراب الفعلي اللي صار. تدرون ولا لا اوسلو؟ تدرون ايش كانوا يقولون لاوسلو؟ والنقابات بعض النقابات للاسف اللي موجوده حاليا كانوا يقولون لهم ما تقدرون تضربون. يردون عليهم ليش؟ قالوا لانكم انتم امن واطفال. شنو الضرر اللي تسويه؟ الغايه من الاضراب ليس ضرر، رساله. واضراب قانوني ايا كان، اضراب قانوني.
لإيصال رسالة. عندنا مجموعة من العاملين فعليا ما هي طيبة بسمعة أي بلد. وفعلا وقفنا معاهم أكثر. أنا ما أدري الحين موجود من نقابة موسكو السابقة ولا لا، وقلنا لهم أمروا ما عليكم بالكلام. قالوا ما يجوز الإضراب. قلنا أمروا طبعا مو اللي قالوا النقابة، النقابة الثانية صح. ما يجوز هذا الأمور، وحددت وياهم يوم معين واعلنوا الإضراب. والله أسلم عليهم نقابة الحين الشركة حلوها تم تصفيتها الشركة، ولكن كانوا عاملين فيها تم توزيعها مع الشركات. أضربوا وضربوا أروع الأمثلة للعمل النقابي الحر السليم. علموا النقابات النفطية اللي كانت تتفاخر بماضيها من البترول إلى الكويت إلى غيره، يتفاخرون بماضيهم، من اللي يتفاخر ماضي أجداده وهو فعلا ما هو طيب. أضربوا أروع الأمثلة. 3 أيام مضروبين في الصالة هذه، صالة الأحرار، صالة اتحاد البترول. أتوقع يمكن بعض العاملين بالوسط موجودين، ولا أحد قدر يمسهم إن شاء الله، لأن الإضراب قانوني. كن عزيزا وإياك أن تنحني مهما كان الأمر ضروريا، فربما لا تأتيك الفرصة كي ترفع رأسك مرة أخرى. مقولة لعمر المختار. نعم، كل ما تجيك فرصة ترفع رأسك مرة ثانية، لأنك رضيت وانحنيت وقلت هذا رأي الحكومة والحكومة أقوى مني. حنا اللي نحط حكومة مش الحكومة. رأيكم وين؟ أنا أدري كثير من اللي محضروا بالإخوان والله إنهم معاجبون وإنهم أيديكم مؤازرينكم، ولكن ما نعذرهم عندنا الحضور. لكن رأيكم شنو يا إخوان؟ رأيكم؟ ممكن أسألك سؤال؟ تفضل. شو مطلوب لنا احنا الحين كعمال؟ شو اللي نسوي؟ بجي كلام. أنا الحين أتكلم معاكم أخاطبكم مثل ما قلت بالبداية بس أذكر أخاطبكم كعامل، العامل عبد العزيز بن الخليج، ولكن للإعلام عشان يشوفون الحكومة يخاطبكم أسئلة عن البترول. أنا أقول لكم أنتم شلون تبغون نستند حدودنا؟ شلون تبغون نستند؟ نستند روحكم بالحق النقابة الغير شرعية، الغير شرعية المزورة. وأنا أتحمل كلام هذا. اللي ما سوت جمعية عمومية ولا سوت انتخابات سوت جمعية، شلون تسوي انتخابات؟ أنا عن نفسي لو كان الأمر بيدي الحالي تقول ايش رايك؟ اقول لكم والله العظيم هذا اهم من اي مطلب. والله لو اوصل فيه النظر قلت اروح محاكم. عن اول ما قلت للكلام المسلم قلت انا لو عن نفسي ما اروح احكم، انا اضرب الحكومه ما تعدى علي، انا اضرب حتى لو بعدها اخذ حقي واستقيل. ما يصير الكلام اللي قاعد يصير فوق فعلا اللي قاعد يعملونه فيكم فوق. طيب شو اللي راح تسوونه؟ احنا الحين نخاطبكم، نبي نسمع منكم. تقول امر في مطالب ما تم الإضراب عليها، التعدي على الكيان النقابي اللي هو السوق المنيع لحقوقكم تم. شلون تبنونه؟ شلون تبي تبنيه؟ دائما كعمال عندكم خطوات متبعه، طبعا من خلال ممثلينكم اللي هم النقابيين. اولا النقابيين يطالبون سواء بكتب او باي طريقه اخرى، يطالبون الجهات المعنيه عن حقوقهم. ثانيا يفاوضون. متى يفاوض؟ لما يطالب بالضبط يروح يفاوض يجلس القرار. ثالثا يصعد اعلاميا او اي طريقه كانت. والتصعيد يصل الى الاضراب. هو محكمه، هو قضاء نعم عقلي، ولكن لي حق كذلك المعاهدات اللي حكم القوانين والدستور. حكم الدستور، في الدستور الاول وقعت عليها فحكم الدستور. انا ليش اضمن حق لي اصيل واروح للقضاء؟ هل انا عاجز؟ ما علي يا اخوان، هل احنا عاجزين؟ يا اخوان الامر غريب. ما ادري هل هي واصله الفكره لكم ان تم تهميشنا كعاملين، يا اخوان. هذا الامر اللي حصل، تهميشنا كعاملين. شو ردة فعلنا؟ والله روحوا يا اخوان العشاء اللي كنت بنقابل راح نقضيها. احنا بنروح نقضيها. لكن اذكر فكره
الحكومة اليوم تسمح وتمرح بتعاون مع مجلس الأمة على القوانين اللي تفصل التعاملي. طيب وبعدين اوسكو اخواننا وزملائنا الرجال اللي اوسكو يقدرون، احنا ما نقدر، يقدرون على الارهاب. واحد من المشروعات اللي جاتهم قانونيه قالوا لهم كاطفال قانونيا انت عمل انساني لا يحتوي الاضراب، اضربوا رجال اطفال هنا الاحمدي. اطفال اضربوا عندكم هنا الاحمدي ولا لا؟ موضوع هنا اوسكو اضربوا. شفتات كامله جات انا السلطه العليا، مو السلطه العليا للنظام، السلطه العليا للدوله، انا مواطن وانا اللي اشكل القانون كيف. انا ما اتعدى القانون، انا ما حرمت ما اتعدى القانون. لكن لما يتم التعدي علي كعامل لا، انا القانون. الدستور اصبح احترام المواطنين. طيب يا اخوان ردة فعلنا شنو؟ ردة فعلنا ما هي نزاع بين شخصين او قائمتين، ردة فعلنا الحكومة ما تبي. الحكومة ما تبي. بعض الاشياء كنت انا بنفسي اني اتضرر لها. اتصال من احد الاشخاص انا كان بدي يكون عنده الشجاعة قالها مازحة بس ما كشف عن نفسه. قال دير بالك على وظيفتك. أدير بالي على وظيفتي، والله ما عملت لي لا وظيفتي ولا أنت براسك ولا اللي وراك. والله العظيم ما هميتي ما دامي أقوم بالعمل النظامي ولا زلت على سدة رئاسة اتحاد البترول راح أتكلم. وبكرة كان الله أحيانا في تجمع في بكرة. ترى الشخص هذا أنا ودي نعرفه بس للأسف الأرقام مجهولة بقدر أطلع أرقام من زميله يا ليت. قالها ومزحه وانا معاه دير بالك على وظيفتك لا تشد حيلك. انا اسمع له لا بشد حيلي والله يوضعون الموظفين ونروح القضاء نضرب من دون الحكومه ومن دون العمل النظافي الكيان النظافي. اذا النقابات النفطيه عاجزه وهي عاجزه على راسهم اساسا ما عمل بعض اخوان النقابين ممكن لهم جهود، ولكن نفط الكويت والبترول الوطنيه اللي انا كرئيس اتحاد معترف فيهم حاليا عاجزين عن حمايه هذا الكيان الشامخ اللي للاسف تاريخه الكل يعلمه الصغير قبل الكبير. تقدرون تردون عن الكيان النقابي اضراب شهري، تقدرون تردون يا اخوان. اليوم الامر في ايديكم، بكره توجه للقضاء الامر تعداك، الامر توجه للقضاء الامر تعداك. الفصل في القضاء وما عجبك الحكم لا يحق لك القضاء. هني انا ما يجوز القضاء، لكن ما دام ما في حكم يعرض ما يحق من القضاء. انتم تشوفون ان نحتاج عشان نذهب الى اضراب ان يكون في مبلغ مالي مثلا. معلش اسمحوا لي يا اخوان انا اخوك الاخوان عامل خيرك الاخوان الاخوان. انتم تشوفون لازم يكون في مبلغ مالي يجينا اخر الشهر نضرب عشان 1000 دينار مثلا. شو تشوفون القيمه؟ ولا تشوفون قيمه كرامتنا اعلى من 1000 2000؟ قيمه القانون اللي سينقح وسيعدل بمباركه اعضاء الزملاء. والله اليوم نمشي احنا ما كلمت احد ما ادري ايش صار على القانون. بيناقشون مداولتين او 3 اجيال وقانون عليكم انتم المقصود فيه انتم وحقوقكم. العميد المحبه النظر لا تحبون ولا حب. وزير النظر العميد المحبه النظر لا تحبني ولا حب. وانا ما ادور بس في الان شاء الله نحب كل مسلم. وجهت له كتاب العميد ولا اعلنت عنه. ما اعلنت عنه شهر 2 يوم اجل الله ان شاء الله. طبعا المعلومه اجلت الاضراب يوم شفت النقابات المعنيه اللي ذكرتها لكم انسحبت من الشرط عندي طلعت.
ما حب الاخوان وهذا الصحيح ان يحطون نقابه واحده او نقابتين لمواجهه اضرار قطاع كامل. الحكومه احيانا لا شغلها شغل الله فيه تحب العناد تعاند حتى بالخطا مو عم نشوف بالاضرار من عنادها مو قاعد تطبق لا قانون ولا تدريب ولا شيء. وجهت كتاب العميد طبعا الله يحبنا والله قاعد نشوف الراشد ما هو اللي اهم منك عندي مصلحه الامام ولا احد الامام. وجهت كتاب بعد ما اجل الاضرار وجاني خبر من بعض النقابات راح تقعد وياه عشان تسوي اتفاقيه. حذرته بالكتاب كتاب كل الناس محورات الكتاب محواه لا يحق لك واياك ان تتعدى وتقوم بعمل اتفاقيه مع اي نقابه كانت، بل كلمه الفصل من بعد الله ليست لك بل للعاملين والقطاع النفطي، فاياك واياك فانا احذرك. وجهت كتاب رسمي من اتحاد الدول للعمال حرصت انه يختم استلام مكتب العمال عشان ادري بالجواب. الكتاب موجود بالاتحاد. كنا ننظر الصحوه العماليه، الصحوه موجوده بس للاسف الجهات بعض الجهات الموجوده قتلت الصحوه ما قتلتها، يعني مثل النار اللي اصبحت فوق النار ولكن هي نار فعلا وتنفخ المواد في ذلك النار. الرجال موجودين سواقه القطاع النفطي كله، لكن بانتظار تغيير القيادات الموجوده للاسف اكل وشرب عليها. حاليا يا اخوان جهزت كتاب حتى لا انسى الافكار بعضها اسمه جهزت كتاب قبل قليل موجه لجابر بن مبارك اسمه رئيس مسؤول الوزراء انت عارف اسمه رئيس مسؤول الوزراء. سويت كتاب وغدا صباحا سيذهب لجابر بن مبارك عن ما نسميه عبث بنقابه نفط الخليج وتدخل وزاره الشؤون، ونقول له شوف المدعو التسبيح وشوف المدعو هذا ما شنو توم حاطين هيئه جديده ما اعرف اسمها هيئه شنو اللي حاطينها اللي عليها جماعه الدوسري. والله وجهه نظري هو العامله هو كان وكيل مساعد وصار وكيل تقريبا الحين هو المعني عن القرارات النقابيه. وجهه نظر المواطن حر بدا وجهه نظره والله ما ادري. جمال اللي هو الحين مدير القوى العامله على ما اعتقد والله ما يعني اسال حتى ما ادري شو ولا حتى مدير بطاقه يعني ما ادري علاش يعني السي في حقك مع العمل النقابي انه ما شفنا ذاك الزمن اعتماد يطلع اليوم اعتماد في هذا الوصف بعد اسبوعين كانها على حسب الاهواء. جابر بن مبارك جاك الكتاب بكره الصبح كان احيانا الكتاب جاهز وبيجيك لا تقول ما دريت. هذا رقم واحد. رقم اثنين ودي يا جابر بن مبارك الوكيل المساعده شو اسمه بدريه المشيخ بالقوى العامه تحت جمال ودي تسمع رايها يا جابر بن مبارك. انا ما ليش رايك اسمع رايها. اشكلاني شو اسمه اشكلاني مدير المنظمات ها حسين اشكلاني مدير المنظمات اسمع رايها جابر بن مبارك. اسمع رايه هو مدير المنظمات النقابيه وكيل وزاره مساعد الشؤون القانونيه طولت عليكم بس معلش نحملها وكيل مساعد الشؤون القانونيه زكي السليم. اسمع رايه جابر بن مبارك. هل رايهم يوافق الشهاده اللي اصدرها جمال؟ هند الصبيح صباح الخير شو دي للاسف ما عاد يفهمون. لكن يا اخوان حتى لا اطيل يا اخوان انا بختم وهذا راح يكون ختام لقائنا اليوم. اتمنى ان وضحنا بعض الامور اللي كنت يعني بودي اشوف رده فعل على قدر الحدث. انا والله اقول محمد فالح رئيس النقابه الشرعي موجود بيننا الحين رئيس نقابه الدكتور الشرعي على سبيل الشرعي لشركه الدكتور الوطنيه وانا ابو رئيس لجنه عمل شمل. ادعو من الله وفق جلسه المحكمه ما هي جمعيه
وموثقه تصوير وتوقيع، كل شخص يدخل مع الباب اسمه ورقه الوظيفي وتوقيعه، وحلوا نقابتهم ما رضوا. بس اللي انا اشوفه انكم راضين، حتى لو انكم زعلانين من داخل، زعلكم ما ترجمتوا على الواقع، ما ترجمتوا زعلكم على الواقع. كلمة أخيرة، نروح للباب ولا لا؟ نروح للباب. خلاص أنا معلش، انتهى الحديث، انتهى الحديث يا أخوان. أتمنى كم أنا ما أقول لكم شيء، الواحد كان أحيانا كانوا يدورون الغراب، خلينا نشوف جامعة مواضيع الغراب مو حل الغراب اللي ما تقدر تحلها. والله العظيم ما عاد يجرؤون، اقسم بالله ما عاد يجرؤون على النقابه ثانيه، لا عليكم ولا علي نقابه ثانيه، خذوا العمل النقابي، خذوه. ترى في يوم من الايام كانت النقابات النفطيه كانت تروح الاتحاد البترول تفكر كرسي او منصب عالي، كانوا يستنكرون علينا بقدر ان نبي الاعشى، خذناها من القطاع النفطي، وتغير القطاع النفطي بشهاده الكل، تغير القطاع النفطي، واللي قاعد يسوي مع النقابات ما عندنا يا جماعه، سواء كان الضابط ولا يا اخوان قانون اتاح الكل. انا قاعد اتذكر، انا مو قاعد اتذكر تهدد الامور ومصالح المتوجه الاسرار تنقضي اين يفتح حاله وفتوح التزوير اللي حصل في نقابة نفط الخليج طامة وفوضى، يجب أن يصلح هذا الوضع. أنا أعتقد وبل وأكثر أن الذي عمل هذا الشيء وواضح التزوير من قبل الحكومة. نحن نحمل وزيرة الشؤون ومفضل رئيس الوزراء جابر المبارك الذي يدعم جميع النقابات التي تحت سيطرة الحكومة. نحن نتكلم على حد فاصل وهو ما بين الفوضى والفساد. نطالب بتشكيل لجنة تحقيق حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. اللي حصل يا جماعة إهانة كبيرة للعمال وفوضى، ويجب أن يصحح عاجلا غير آجل. اليوم يا جماعة نطالبكم بتبيان موقفكم كبير من اللي حصل، ولا ندعو النقابات النفطية. أين النقابات النفطية؟ أين دورها؟ أين النقابات العمالية المهنية والعمالية؟ أين البيانات لتدافع عن العمل النقابي؟ أين دور الاتحاد العام؟ بدل ما يأخذ لواء الدفاع عن حقوق العمال في قانون التأمينات الظالم الذي تقاعدون على 55 سنة 55 سنة يدافع عن النقابات المزورة. أين هذا الغراب؟ يجب أن يعدل. أنا الآن أمام قنوات نحترمها والله واليوم الوطن. أين السلطة الرابعة اللي هي تدافع عن كل ما هو حق وعدل وكل ما هو صحيح في البلد؟ إلى الآن ما عندنا سلطة ثالثة. مجلس الأمة مغير، أعضاء مجلس الأمة يدافعون عن النقابة المزورة على وزارة الشؤون، عند وزيرة الشؤون، عند رئيس الوزراء. أين هذا الغراب؟ ندافع عن نريد المحطات. اليوم أنا أشيد باليوم والله والوطن لتدافع عن ما سلب من العمال. يفترض أن
الضغط على الحكومه واضغطها في هذا الوقت. انا في 3 مجالس، كان الشرف في 3 مجالس، وكنت من مؤسسين نقابه نفط الخليج وتشرف، لكن والله العظيم لم يطرأ ولو فكره ان نؤجل انتخابات شهر او ان نزور من انتخابات او نعمل نفس النقابات اللي في الحكومه، ان نعدل من مصالحنا نرفض. شلون شكاوي؟ جاتنا شكاوي كانت في هذاك الوقت عده امور عن الانتسابات، ووقفنا بقوه كنا يجب ان ينتسبون ويدخلون، اذا كان اعضاء الجمعيه العموميه يبغون اهلا وسهلا، اذا ما يبغون نقعد ببيوتنا. فاليوم يجب ان يكون لنا موقف مشرف، نطالب وزيره الشؤون ونطالب رئيس الوزراء بالتحقيق وانتهاء المساله والفوضى الفساد الحاصل للنقابات. يجب ان يكون النقابات النفطيه يكون نقابات حكوميه وبالوظائف والتحرير. يجب ان يكون لنا موقف في هذا المكان. انا ادعو نقابه نفط الخليج بهذا الشكل، نقابه شرعيه بالضغط على وزيره الشؤون في الايام هذه خلال قبل رمضان، نظهر عليها لين تغير الحكومه، وادعو اعضاء الجمعيه العموميه كامله، ما نبيها الاعداد هذه المسجد، الاعداد هذه الإدارة، ونعمل من نعمل، لكن نطالب بزياده. وانا اوجه رساله لجانب ان العميل يتدخل في هذا الوضع. العميل مو قادر يملك وزارته، صرف في 1.5 راتب ونص للعمال، 1.5 وواحد كافرها 1.5. قسما بالله التاريخ لن يرحم النقابات النفطيه، نفط الكويت، البترول، الاسد، لن يرحمهم مواقفهم اللي ضرت العمال. احنا نطالب الان، بختصر كلمتي، نطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنه تحقيق اذا اراد ان يبين الحقيقه، اذا كان فيه صوره قائمه له يشكل لجنه تحقيق ويدفع حتى يرفع الفساد عن حكومته وما جرى في هذا الوقت. واشكر الجميع والسلام عليكم. اخوان معلش خلوكم معنا اعطاكم العموميه. الورقه ديباجه حقت التوقيع اللي اقترحها على الزملاء طبعا لم تعرض اي جمعيه عموميه غير عاديه او انتخابات من بعد تاريخ 5/1/2014، وعليه نطالب الجهات المعنيه بالدوله ايا كانت بالغاء القرار الصادر وعدم التعدي على حق الجمعيه العموميه وسلب ارادتها باختيار ممثلها اللي يتوقع على الاولى هذه موجوده. توقيع عندك عزيز صبر ما يوقعون تعال خليك تسال صور هذه شنو هذه كمبيالات هذه
طيب طيبين الله يسلمك يعني الاخبار طيبين